بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم خبير تداول العملات محمد الشيخ من موقع fxsol.com. هكلمكم في الفيديو ده على كيفية اختيار شركات الوساطة أو البروكر اللي انت هتحط فيه فلوسك وهتبدأ التداول عليه. طبعا احنا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان لازم الخطوة رقم واحد ان انت تكون اتعلمت او فهمت المجال ده كويس جدا. نيجي بقى على الخطوة رقم اتنين. طب انا هحط فلوسي فين؟ هحط في اي شركة؟ فاحنا هنتكلم على المعايير الاحترافية ككل، ازاي بنختار شركة الوساطة، وهنتكلم على شركتنا بشكل خاص شركة وورلد وايد ماركت. رقم واحد يا جماعة في اختيار شركات الوساطة ولازم تكون حريص عليه، وأي حد محترف في المجال بتاعنا هو ده رقم واحد بيشوفه، اللي هو الترخيص وقوة الترخيص. هل الشركة دي مرخصة أو لا؟ للأسف من خلال خبرتي وتعاملي مع الأفراد في السوق بتاعنا، سوق تداول عملات الفوركس، استغربت جدا لما باجي اسال حد: ها طب انت كنت شغال مع شركه ايه وبتشتغل؟ يقول لي شركه كده غريبه. طب هي مرخصه؟ اقول له مرخصه يعني ايه؟ اساسا مش فاهم يعني ايه مرخصه، او ما كانش من احد المعايير اللي حاططها في الحساب يعني ايه ترخيص اساسا. هو لا بيقول لك عرض كويس او شركه حلوه او في حد بيعمل لها ماركتنج او تسويق بيختارها وخلاص. لا، لازم رقم واحد اي شركه عايز تبدا فيها يكون لازم تسال عن الترخيص. هل هي مرخصه ام لا؟ وايه نوع الترخيص؟ وتسال برضو عنه هل الترخيص ده جيد ام لا. على سبيل المثال تعال ناخد شركه وورلد وايد ماركت اللي قدامنا دي. بتشوف الترخيص فين، او غالبا بيكون الترخيص فين؟ الترخيص بيكون غالبا في اسفل الموقع بتاع الشركه بتاعتك. ولو ما كانش موجود بشكل ظاهر او ما لقيتلوش اي حاجه تقدر تسال الشركه نفسها ايه ترخيصكم والكلام ده. بس هنا في شركتنا كاتبين فعلا ثلاث انواع من التراخيص. اول ترخيص انها مرخصه من هولندا، وثاني ترخيص مرخصه من بريطانيا، وثالث ترخيص مرخصه من الجزر العذراء بريطانيا. في ثلاث تراخيص، ولكن انا هركز او هتكلم على ترخيص واحد بس اللي هو الترخيص البريطاني، او اللي هو الترخيص من هيئه الخدمات الماليه الاف اس اي. وليه انا اخترت الترخيص ده بالذات؟ لانه من اقوى التراخيص من وجهة نظري، من وجهة نظر المحترفين في المجال ده. وهتكلم على ايه ليه الاسباب. الاول قبل ما نتكلم عن اسباب يعني اختيار الترخيص البريطاني او ترخيص الاف اس اي، هتكلم ازاي اساسا نقدر نتاكد يعني الشركه دي مرخصه. يعني ممكن تكون بتدعي دلوقتي، ممكن تقول لا كاتبه الكلام ده، لا. اولا بتسالها عن رقم الترخيص، ومن رقم الترخيص ده تقدر تدخل على موقع هيئه الخدمات الاف اس اي اللي هو fsa.government.uk. بتدخل عليه وبتسيرش بالرقم ده وبتتاكد. وهم كمان هنا يعني مبسط لك المسائل وحاطط لك الرابط مباشره من الشركه، فبتفتح الرابط فبيظهر لك الشكل ده. هتلاقي عندك البيزك ديتيل بتاعنا، ادي رقم الترخيص وادي اسم الشركه، وبيكتب لك انها فعلا اوثرايز بتاعنا يعني مرخصه، والترخيص بتاعها الترخيص بتاعها وبيانات كلها الشركه. فتاكدنا فعلا ان الشركه دي اولا لا تدعي الترخيص، انها فعلا مرخصه وموجود البيانات بتاعتها في الشركه. يبقى خلاص بعد ما اتاكدنا يبقى تمام، يبقى تمام وكده مبسوطين من الترخيص بتاعنا. يجي بقى كمان السؤال: طب اشمعنى يعني الترخيص البريطاني، او انت شايفه من وجهه نظرك قوي ليه قوي؟ انا بصراحه من اهم الاسباب او من يعني العوامل اللي انا خلتني اختار الترخيص البريطاني او شايفه من افضل التراخيص، ان اموال العملاء منفصله تماما عن اموال الشركه. يعني انت لما بتروح تودع في الشركه دي ما بيتحطش كله مع بعض. وايه يعني انت خايف ليه تحط كله مع بعض؟ عشان لا قدر الله ان الشركه لو افلست، ما دام حسابك منفصل في بنك منفصل، بتتدخل الهيئه الماليه الاف اس اي ده. لا قدر الله ان الشركه دي اتفلست لاي سبب من الاسباب، افلست واعلنت افلاسها، بتلاقي على طول فلوسك زي ما هي موجوده في الحساب البنكي وبترد لك زي ما هي بالظبط. يبقى في حاله افلاس الشركه احنا من كده مش قلقانين الشركه تفلس او تجري او حاجه. ده رقم واحد. ورقم اتنين كمان انا عايز اقول لك حاجه: حتى في حاله يعني الكوارث، او حتى البنك نفسه افلس، البنوك الكبيره دي افلست كمان، عندهم تامين او عاملين تامين على كل حساب حد اقصى 50,000 استرليني. يعني انت لو حسابك كان 50,000 40,000 30,000 استرليني، هيرد لك كامل المبلغ 100%، لان كمان في تامين عليه في حاله كمان الكوارث ولا حرب عالميه ولا خلافه. يبقى انا كده مطمن ان انا ان فلوسي معزوله تماما عن الشركه. مطمن ان كمان ان حتى لو البنك نفسه حصل حرب عالميه، ان كمان في صندوق تعويضات الخاص ببريطانيا هيعوضني كمان الى 50,000 استرليني. وكمان القوانين الصارمه، طبعا القوانين الصارمه ما بتهزرش، في رقابه قويه جدا على الشركات، انك لو في لا سمح الله في اي شكوى تقدر تشتكي في هيحصل تحقيق
بريطانيا معروفة بأنها قوتها في التراخيص المالية أو الهيئات المالية بتاعتها. يبقى زي ما قلنا ان من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها او هنختار على اساسها الترخيص. ما ينفعش تشتغل مع شركه بير سلم ابدا تسالهم ترخيصكم يقول لك لا والله ما فيش، او اي ترخيص كده ما تسمعش عنه او حتى ما فيش اي قوه. لازم يكون الترخيص ده قوي ومحترم. وانا اخترت لكم من اقوى التراخيص، وحتى على فكره اغلب فعلا الشركات الكبيره هتلاقيها مرخصه من بريطانيا، وهتلاقي الترخيص من الاف اس اي، يعني ده غالبا. آه، وبرضه شركتنا، وعندك برضه في شركه ترخيص هولندا لا يقل قوه على فكره. ترخيص الباقي دي لا تقل قوه، ولكن انا اخترت القويه جدا وشرحتها لكم. يبقى عايزين بقى نبدا واحنا بنفكر في اي شركه هتختارها، تسال عن ترخيص. يعني انتم مرخصين لو سمعت احنا مرخصين، طب مرخصين منين وايه؟ وحتى لو قال لك اي ترخيص من استراليا، من نيوزيلندا، من تدور على قوانين الترخيص ده، وتدور على مدى اهميته ومدى قوته. انا اخترت لكم في وجهة نظري اقوى التراخيص واهمها. وزي ما قلت لكم هتلاقي فعلا، انت لو شفت اي شركه كبيره هتلاقيها مرخصه من بريطانيا وترخيص الاف اس اي. طبعا في الفيديو اللي جاي هنكلمكم على باقي الاسباب لاختيار شركات الوساطه. انتظرونا.